وعند هذه اللحظة تحدث معجزة ظهور النور المقدس من داخل الحجر المقدس الذي وضع عليه جسد المسيح الطاهر. واستكمل البابا سوفيلوس كلامه عن النور المقدس قائلا: هذا النور المقدس ذو لون أزرق، ومن ثم بيتغير لعدة ألوان، وهذا لا يمكن تفسيره في حدود العلم البشري. والغريب أيضا أن ظهور النور المقدس بيكون سنويا بأشكال مختلفة، فإنه في مرات كتيرة بيملأ الغرفة اللي بيقع فيها قبر السيد المسيح. ومن أهم صفات النور المقدس أنه لا يحرق، فلم تحترق لحيتي أبدا، وأنه يظهر كعمود منير، ومنه تضاء الشموع التي أحملها. الغريب أيضا أن النور المقدس بيضيء الكثير من شموع المؤمنين الحاضرين حول القبر